السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سنتعرف على حظوظ المنتخب اليمني للتأهل إلى المربع الذهبي في بطولة غرب آسيا للشباب 2024 بعد الإفراط في مباراة الكويت، والتي كانت في المتناول، وكان بالإمكان التأهل دون النظر في باقي نتائج المباريات الأخرى، خاصة بعد تعادل المنتخب السعودي في مباراة الأمس أمام المنتخب العماني. ولكن شاءت الأقدار أن ننتظر هدايا الغير، والمثل اليمني يقول: من ركن على جاره أقعس، وهذا حلنا اليوم. ننتظر الهدايا من المنتخبات الأخرى من أجل التأهل، رغم أننا كنا الأفضل في المباراة والأفضل في البطولة في دور المجموعات، وتمكنا من التعادل أمام المنتخب السعودي والفوز على المنتخب العماني بالثلاثية. لكن أمام المنتخب الكويتي ومن أجل التأهل، والمباراة كانت مهمة، المباراة الأهم من أجل ضمان التأهل إلى الدور القادم، أفرطنا بها. لا نعلم ما هي الأسباب، نتمنى ترك توقعاتكم لأسباب النتيجة الكارثية والمباراة الكارثية، رغم تقديم مستوى جيد نوعا ما، لكن لم يقدم الأداء المطلوب. والمباراة كانت في متناول اليد من أجل الفوز على المنتخب الكويتي متذيل المجموعة، الذي فاز عليه المنتخب السعودي بثلاثية، أيضا فاز عليه المنتخب العماني. لكن للأمانة منتخبنا أضاع هذه المباراة بطريقة لا نعلم أسبابها. ولكن دعونا من تحليل مباراة الأمس أمام المنتخب الكويتي سندخل إلى حسابات التأهل، وكيف يمكن لمنتخبنا الوطني للشباب أن يتأهل إلى الدور القادم. أولا وقبل كل شيء، فضلا لا تنسوا الاشتراك في القناة ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو، وننطلق نحن وإياكم إلى حسابات التأهل. بالنسبة لتأهل المنتخب اليمني، بنسبة 99% المنتخب اليمني خارج حسابات التأهل، ولكن في حال حدوث بعض الحسابات قد نتمكن من التأهل. والحسابات التالية كما قلنا: حساب التأهل إلى المربع الذهبي. ما الذي يحتاجه المنتخب لكي يتأهل ببطاقة أفضل ثاني من الثلاث المجموعات؟ أولا، المنتخب السعودي تصدر المجموعة وتأهل رسميا، أول متأهلين إلى دور الربع النهائي. إذن كما قلنا سنعد النقاط سريعا: فوز ألبانيا على الأردن، أو فوز الأردن على ألبانيا وعدم نهاية هذا اللقاء بالتعادل. فوز لبنان على العراق أو تعادلهما، أو فوز العراق بفارق هدف. أيضا فوز البحرين على سوريا أو نهاية اللقاء بالتعادل. وبالتالي فإن تأهلنا أصبح صعب جدا، ولكن نتمنى أن تحدث هذه المعجزات نسميها، على أمل أن نلتقيكم بفيديو جديد. فضلا لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.